رجل أعرابي أنجب أبناء 3، سمى الولد الأول عبد الله، الولد الثاني سماه عبد الله، أما الولد الثالث فسماه عبد الله، من قلة الأسماء. المهم العجيب الرجل أبو العبادلة هذا عندما حضرته المنية نظر إلى أبنائه ال3 وقال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، وخرجت روحه. أبو مريح هذا، أبو قمة الراحة ما شاء الله. عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، يعني ترك مكيدة بين الأبناء. كل ولد يقول إيه؟ أبويا كان ينظر إليه ما قال يرث، لما ينظر إليك ساعات قال يرث وكذا. قالوا ماذا نصنع؟ دفنوا أبوهم، قالوا نروح نذهب لقاضي القضاة. فين قاضي القضاة؟ في المدينة. تركوا شمال الحجاز وتوجهوا إلى المدينة. في الطريق وجدوا أعرابيا ضل بعيره، فالأعرابي قال لهم: هل رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا: لا والله. فتركهم. نادوا عليه قالوا: تعال، هل بعيرك أعور؟ قال: نعم. الثاني قال له: هل بعيرك أبتر ذو مقطوع؟ قال: نعم. قال الثالث: هل بعيرك أزور يعني مايل على جنبه؟ فرح الرجل قال: نعم. قال: والله ما رأينا بعيرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا بد أن آخذكم إلى القاضي. قال: احنا أساسا رايحين القاضي، تعالوا معنا. دخلوا على القاضي، عرض القضية. قالوا: والله القاضي قال لهم: ايش عرفكم أنه أعور؟ قال له: أيها القاضي رأيته يأكل من جانب من العشب ويترك الجانب الآخر، فيأكل من العشب ناحية العين المبصرة، أما الجانب اللي العين فيها عوراء فهو لا يرى العشب، يأكل من ناحية، مع أن البعير مؤدب يأكل أولا كل مما يليك، يأكل البعير مما يليك. سبحان الله، بالفطرة. طب ليه قلت أنه أبتر؟ قال: ما هو لو كان له ذيل كان بعره يتناثر على الرمال، لكن بعره رأيته أكواما أكواما فعلمت أنه مقطوع الذيل فقلت أنه أبتر. طب وليه قلت أنه أزور؟ قال: دي بسيطة خالص، وجدت عمق أخفافه في الناحية اليسرى أشد عمقا من الناحية اليمنى فعلمت أنه إيه؟ مايل على جنبه. قال: يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، ما قضيتكم أنتم؟ قال: احنا قضيتنا قضية، دي مشكلتنا مشكلة. أبونا رحمة الله عليه سمانا عبد الله، وأخويا هذا عبد الله، أما أخويا الثالث ده عبد الله أيضا، وهو يموت قال: عبد الله يرث وعبد الله لا يرث، ومات الرجل. القاضي أول مشكلة تجيله بهذا الشكل عجيبة، فقالوا: أنتم ضيوفي الليلة، تصلي الصبح إن شاء الله وتجوني إلى دار القضاء أو المحكمة أو المكان اللي ناخذ فيه، وبعدين نحل المشكلة والمعضلة العجيبة هذه. دخلوا الغرفة لأن ذكاءهم يقفز منهم. قال أحدهم: انتبهوا إن عينا تتجسس علينا. يا الله، اكتشفوا إنه في إيه؟ كاميرا مراقبة في الغرفة. دخل الخادم باللحم والخبز لعشاء الضيوف. مد الولد الأول، الابن الأول، مد يده قال: انتظروا لا تأكلوا، هذه لحم كلاب. الله، يا الله. الثاني نظر لأرغفة الخبز قال: والتي خبزت هذا الخبز امرأة حامل في الشهر التاسع. ده طبيب أمراض نساء، سبحان الله، لا إله إلا الله. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل قال: والقاضي الذي سوف يقضي بيننا هذا ليس ابن حلال. في الصباح صلوا الصبح ودخلوا على القاضي. العين اللي كانت تتجسس نقلت للقاضي ايه؟ محضر الجلسة. قال: ما الذي جعلكم تقولون انه لحم كلاب؟ قال: ايها القاضي، ان اللحم الذي نأكله يبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، فلما رأيته يبدأ بالعظم ثم الشحم ثم اللحم
علمت انه لحم كلاب، لان الطائفه الكلبيه والسبعيه اللحوم تبقى من اعلى عشان العضلات، عشان يقدر يفترس. لان لو اعزكم الله الاسد او النمر او الكلب الدهون من اعلى كان يبقى جسده ايه؟ رجراج زي النعجه او الخروف، ما يقدر يجري ورا الفريسه، لازم العضلات تبقى ايه؟ من فوق. نادى القاضي الطباخ: تعال يا ابن الحلال، ماذا صنعت؟ قال له: قلت لي بعد المغرب إن عندنا ضيوف من البادية والقطيع قد تأخر، فما رأيت إلا كلب الغنم فذبحته. فطلع الكلام إيه؟ مضبوط. طب وأنت للتالي لو قلت إن الأرغفة دي خبزتها امرأة في الشهر التاسع، إيش عرفك؟ قال له: أن الأرغفة وجدتها منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية، والمرأة في التاسع بطنها أمامها، فلا تستطيع أن تميل يدها إلى الفرن لتدير الرغيف حتى يستوي من جميع نواحيه، فالناحية اللي من ناحية النار انتفخت والناحية اللي بعيدة عن النار إيه؟ التصقت. القاضي سأل: مين يا أخوانا اللي خبزت؟ قال: أم فلان. أم فلان دي قالوا حامل في التاسع. نأتي للكارثة الإيه؟ الثالثة. قال: وما الذي أعلمكم أنني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ طيب نقول لكم الحل المحاضرة القادمة إن شاء الله. ساكتين ولا مش عارف؟ انتوا نايمين ولا صحيين؟ ما أنا مش شايف الضوء ده، ما أرى أنواركم إن شاء الله. قال: أيها القاضي، إن ضيوفا عند قاض مسلم يتحاكمون ويتقاضون إليه في قضية يرسل عينا تتجسس عليهم، لا يكون هذا ابن حلال أبدا، مش ممكن. الأخلاق العربية والإسلام ما تقتضي. دخل القاضي على أمه فقررها فأقرت. خرج القاضي، الحكم بعد الايه؟ بعد المداولة. خرج بعد المداولة، قال: مين اللي قال ان اللحم لحم كلاب؟ عبد الله. قال له: انا. قال له: انت عبد الله ترث. ومين اللي قال ان الأرغفة الخبز خبزتها امرأة حامل في التاسع؟ قال له: انا. قال له: انت ترث. ومن الذي قال انني كذا؟ قال له: انا. قال له: انت لا ترث. قال له: لماذا؟ قال: لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله. سلطان. انتوا تصفقوا للقاضي ولا لابن الحلال؟ تصفقوا من يا اخوان. ذهب الاثنان ليسألوا أمهم: يا أمنا مين عبد الله هذا؟ الثالث: والله كان ابوكم خارج من المسجد وجدوا امام المسجد مرغ فجابوا فتبناه، يعني المهم يعني من 30 سنة جاءني رجل موظف مسكين قال: يا شيخ العمارة البناء اللي احنا فيها جاء لها قرار اسمه اخلاء اداري، لازم يخليها عشان هيهدموها لانها خلاص على وشك ان تسقط على من فيها. قلت له: شوف، ليس لك الا الله، روح كده صلي وادعو واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله، والله عنده خزائن كل شيء. الرجل لم يعجبه الكلام، هو كان يظن اننا ايه؟ يا اما نجيب له بيت يا اما نتصل باحد المحسنين يعطيه بيت، لكن لا اتصلنا ولا اعطيناه، وقعدنا نكلمه في كلام هو الاول اعتبره كلام ايه؟ كلام الدراويش. قال يعني. فقال ساخرا: يعني انت تقول لي وما من شيء الا عندنا خزائنه، يعني ربنا عنده بيوت؟ قلت: ايوه ربنا عنده بيوت. مشي طبعا صار وهو ايه؟ انا متخيل ماذا يقول في ذهني عني. قبل ان يهبط السلم ياتيني هاتف تليفون، واحد من اهل الخير قال: يا شيخ انا بنيت عمارتين لوجه الله، لو عندك حد مسكين ابعت بس بطاقة معه واحنا نسلمه بيت كده من غير ايه؟ يسكن شقة يسكن فيها من غير شيء. ارسلنا اجري يا ابن هات الراجل اللي كان عندي. المهم وذهب واخذ المسكن الجديد وسكن فيه، قاعد يصلي عندي 22 سنة، كل درس اثنين وانا خارج يقول لي: نعم عنده بيوت عنده بيوت عنده بيوت. بس بعد